الحلقة دي مملة جدا. طيب قبل ما أبدأ خلونا نهاف some serious talk بس الأول، لأن أنا أعرف ناس في ثانوية عامة وعارف الظروف اللي هما بيمروا بيها دلوقتي، فالحلقة دي وجزء إن شاء الله من الحلقات الجاية هيكون مهدى ليهم بشكل كبير كمحاولة يعني للمساعدة، ولو في حاجة أقدر أقدمها. وفي سلسلة الحلقات دي هنتكلم بتوسع شوية في منهجهم، فلو أنت ثانوية عامة كمل معانا، ولو أنت مش ثانوية عامة كمل برضو هتتبسط، فكمل الحلقة للآخر وكمل الانترو. دلوقتي بقى يلا جهز الفاس والمشرط عشان النهاردة عندنا رحلتين أهم من بعض. خلينا ننزل الأول بالفاس لحقول أشجار التفاح الجميل. خد تفاحة، أنا سمحت لك تاخد واحدة، بس ما تاكلهاش دلوقتي. استنى يا عم شوية، يا عم استنى، شيل التفاحة في البلكونة يومين كده. يا عم اعمل اللي بقولك عليه، انت مش هتخسر حاجة، ابقى اجيب لك واحدة تانية. بعد ما شلت التفاح في البلكونة يومين زي ما اتفقنا، دلوقتي بقى الوقت ان احنا نلاحظ ونستنتج. غالبا ان ما كانش اكيد هتلاقي التفاحة حجمها قل وجلدها كرمش كده وبقت طرية وخلاص مش هتاكلها، صح. استنى، خد هنا، خد. انت رايح فين؟ انت رايح ترميها بجد؟ هنحاول محاولة أخيرة. خد التفاحة وروح اغسلها، بس اغسلها كويس. غسلتها كويس؟ لاحظت حاجة؟ التفاحة مكرمشة لسه أكيد يعني، بس حسيت إنها بقت أجمد شوية. أقوى حاجة بسيطة. والله شكلك لا لاحظت ولا نيلت حاجة. ما علينا. انكماش التفاحة ده ورجوع جزء صغير منها زي ما كان لما تتحط تحت المية تاني هو أول وأضعف نوع دعامة معانا النهاردة في الحلقة، واسمها الدعامة الفسيولوجية، زي ما بيقولوها ثانوية عامة عربي تقريبا، مش بتقولوها كده؟ الدعامة دي هي ان المية تدخل الخلية بالاسموزس، واتفقنا على حاجتين من حلقة الخلية اللي اتكلمنا فيها قبل كده، وهي ان الخلية جواها سائل شفاف اسمه السيتوبلازم، وهو عبارة عن غالبا مية مع مواد تانية اقل شوية. فبالتالي يا ريت نركز في الجزء الجاي ده عشان انا بدوخ وانا بتكلم فيه. تمام؟ طيب خلينا ناخد خلية من التفاحة بعد ما حطيتها في الشمس ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. جزء من المية في الخلية اتبخر وخرج، فاتبقى جزء مية صغير جدا. وبما ان نفس المواد بنفس الكمية موجودة على تركيز مية اقل، فده بيخلي تركيز الملح والمواد دي في المية اعلى، فالمية دي تبقى فيها املاح مركزة جدا. وبعدين قمت واخد خلية التفاحة دي وحطيتها تحت المية وانت بتغسل التفاحة، فبالتالي بقت جنب الخلية دي في نقطة مية. نقطة المية دي فيها نسبة املاح اقل، فبالتالي بقى عندك حيطة من الدهون. جوه فيه مية تركيز الملح فيها عالي قوي، وبره في مية تركيز الملح فيها اقل. وخليني اقول لك حاجة حطها حلقة في ودنك مدى الحياة، ان دايما الكون بيسعى لان حالته تكون مستقرة اكتر، فبالتالي اللي هيحصل ان هيدخل جزء من المية اللي بتركيز ملح اقل لجوه عشان يبقى تركيز الملح في الناحيتين متساوي جدا، وبالتالي الكون يحقق اكبر نسبة استقرار على جانبين الجدار الخلوي. اتفقنا بقى ان الجدار الخلوي ده مكون من مواد دهنية، وبالتالي المية لما بتخش جوه ما بتعرفش تختلط بالجدار ده، كل اللي بتعرف تعمله انها تزقه لبره، وبالتالي كل ما المية جوه زادت كل ما الضغط على الحيطة دي من جوه زاد، فيؤدي لان الجدار ده يتشد ويؤدي لحاجة اسمها توتر الخلية. الجدار بيتوتر يعني بيتشد بسبب ضغط المية اللي من جوه. خلاص نقفل بقى على الدعامة الفسيولوجية دي عشان اللي جاي احلى بكتير. انا بصراحة بتعب وانا بتكلم في الدعامة الفسيولوجية، ما نتكلمش فيها تاني. شكرا. تاني نوع دعامة بيخلي النبات يسلط طوله كده ويقف على حيله، والأسهل بكتير، اسمها الدعامة التركيبية. تتكون من ترسيب مواد زي الكيوتين والسيوبرين والليجنين، وده على جدار الخلية. وهتشوفها واضحة في حتة الخشب اللي فوق التفاحة دي، هتفضل ثابتة زي ما هي لأنها معتمدة أكتر على نوع الدعامة دي، وهي دعامة ثابتة ودايمة لأنها مكونة بشكل أكبر من دهون وأحماض دهنية AKA يعني حاجات مش بتتبخر فثابتة على طول. حط بقى الفسيولوجية على التركيبية وكده يطلع لك الجهاز الهيكلي للنبات. طب دلوقتي انت هتسألني سؤال مهم، انا دخلني ايه كإنسان مصري بسيط في كل الكلام والهري ده كله؟ يا عم انا بدردش معاك يا عم، يعني لازم يكون في استفادة يعني. وبعدين مش عيب عليك انت طويل عريض كده تاكل حاجة اكتر حاجة تعرفها عنها ان طعمها عاجبك. ارمي الفاس بقى عشان احنا خلاص خلصنا جزء الفلاحة في الحلقة دي، وروح هات دلوقتي مشرط. ورايح فين انت؟ صدقت ولا ايه؟ قال يعني عندك مشرط في البيت؟ بس استنى، انت جاهز ندخل اوضة العمليات؟ لا مفيش، الفطار بتاعي جوه بس هناخده ونروح نشوف هنعمل ايه. احنا اتكلمنا عن دعامة النبات بس يعني What about يو برو؟ عارف والله انك عارف ان دعامتك الهيكل العظمي والعضلات وكل القصص دي، وممكن تكون حتى حافظ اسماء كل عظمة في جسمك وعارف مكانها، وانا مش جاي اتكلم عن كده اصلا لان انا بحب اكتر الانسجة. وبمناسبة الانسجة، اللي ايه بقى هو نسيج العظم ده يعني؟
والله يعني على حد علمي المتواضع لو خدنا جزء ما عشوائي جدا من هيكلك العظمي الفخم ده هتلاقي غالبا 5 مكونات موجودة لو ما حسبناش الخلايا العصبية والشعيرات الدموية وكده: عظم، غضاريف، أربطة، أوتار، مفاصل. أعتقد إنها حاجات كلها بديهية يعني، لكن هنقول شوية معلومات عشان نطول الحلقة شوية، عشان ليه لا. مبدئيا كده بالنسبة لأول حاجة هتلاحظها: العظم. اوكي خلينا متفقين ان معظم العظم له نفس التشريح تقريبا. البون الواحدة بتتكون من 4 طبقات: طبقة خارجية اسمها periosteum, وفيها الاعصاب اللي بتتحكم والشعيرات الدمويه اللي بتغذي والكلام الجامد ده كله. الطبقه اللي تحتها على طول هي الطبقه الاولى اللي تهمنا بجد، لانها الطبقه الاولى للعظمه نفسها، وهي ناعمه ومش طريه وما فيهاش اي حنيه، بالعكس دي قاسيه جدا ومش هنتكلم عنها اكتر من كده. في تحتها طبقه ثالثه شكلها اسفنج شويه، مفرغه من جوه كده بس ناشفه جدا، وبالمناسبه الطبقه دي اللي بيتخزن فيها اكبر نسبه كالسيوم في الجسم، وهي اللي بتحصل لها المشاكل بسبب الصودا وكده، وممكن نتكلم عنها بعدين ان شاء الله. واخيرا الطبقه الرابعه وهي البهاريز يا معلم، البون مارو، او حرفيا هي البهاريز اللي بتبقى في الكوارع للناس الاكيله اللي بيعكوا فلاك. ده طبعا ليه فوائد كتيره، انه بينتج خلايا الدم الحمراء وبيساعد في المناعه، واكيد له مكان في الجدول معانا ان شاء الله ان احنا نتكلم عنه اكتر بعد كده. خلصنا دلوقتي العظم وانا شايف ان كفايه عليه كده، لكن خليني اقول لكم ان في اول واخر كل عظمه غالبا بتلاقي حاجه كده لزجه او شبه قراقيش الفراخ، وطبيا فهي اسمها الغضاريف. ليها انواع كتير لان هدفها الاهم انها تمنع احتكاك اي عظم ببعضه، عشان لو حصل يعني حضرتك هنسمع صوتك من تحت الارض من عندنا هنا. بعدين الاربطه اللي بتربط العظم ببعضه، ولكن عشان ميكانيكا العظم دي تتحرك لازم تكون متوصله بمصدر طاقه، اللي هو هنا هنعتبره العضله. العضله هي مصدر الطاقه اللي بيحرك كل ده. العضله بتتوصل بالعظم بحاجه بقى اسمها الاوتار، والاوتار تشريحيا هي شيء بين العضله والعظم في التركيب، يعني هي شبه العضله لما تلمسها، لكن هتحسها قويه وصلبه جدا زي العظم. واشهرها في الجسم هو وتر اكيلس، اللي ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتحط ايدك على رجلك ورا فوق الكعب شويه وحرك مشط الرجل فوق وتحت، واظن كده ممكن تفهم وتر اكيلس اكتر وتتواصل مع جسمك اكتر وتفهم تحركاته. وطبعا واحد من اشهر مكونات الهيكل العظمي، وهو مش نسيج معين لكن تجمع كل اللي فات واللي بيسمح فعلا بالحركه، وهي المفاصل، واللي فيه منها 3 انواع: غضروفيه وزلاليه، وتقريبا ليهم وظائف شبه بعض، انها بتربط بين عظمتين بينهم حاجه سواء سائل زلالي او غضروفي عشان الاحتكاك وكده. المختلف عنهم بس من وجهة نظري عشان المايك بتاعي يعني، هي المفاصل الليفية اللي موجودة بس في الاطفال، موجودة مثلا في جمجمة الاطفال او البيبيهات، عشان تسمح للطفل وهو بيتولد ان دماغه ما تتكسرش لما تضغط شوية اثناء عملية الولادة، وبعد مدة معينة حوالي 6 شهور لسنة بتتحول لعظم عادي. عشان كده خليك مع الاطفال حذر جدا، عشان مش كل عظمهم ناشف، وفي اجزاء خطيرة من جسمهم بتكون مكشوفة مش محمية بنسبة 100%. اوكي، ده كان اهداء سبيشال مني لثانويه عامه. اتمنى اكون بساعد. عارف اني ما قلتش كلام كتير من الكتاب، بس لازم يا صديقي تكون عارف ان العالم بره الكتاب هو اللي بيشرح الكلام اللي جواه. شكرا لانكم اتفرجتوا على الحلقه لحد دلوقتي، وكالعاده لو عجبتك الحلقه اعمل لنا لايك واكتب رايك، هفرح جدا لو رايي ايجابي، ولو ما عجبتكش لسبب ما اعمل ديسلايك برضو واكتب رايك، وهحاول اتعلم منه ان شاء الله في الحلقات الجايه. وما تنساش تدوس سبسكرايب عشان ده بيساعد في نشر المحتوى، ولو تعرف حد في ثانويه عامه علم علوم او مش في ثانويه عامه اصلا شير معاه الفيديو واتبسطوا كلكم. وكده كفايه النهارده وشكرا.